طب ما تخلي الاسبوع كله فري، ايه المشكله؟ خلي الاسبوع كله فري وكل الاكل اللي انت بتحبه لكن بطريقه مقننه، بطريقه معقوله. يبقى غيرت حتى في الرحله دي فيها تفضيلاتي من الاساس، مش هحرم نفسي من الحاجه اللي بحبها. انا الحاجه اللي بحبها اتغيرت، بحب اكل حاجه غرقانه زيت. لو اتعودت فتره 4 اسابيع فقط على ان انا باكل حاجات من غير زيت، لما اجي اكل حاجه بزيت لساني مش هيستحملها، مش هيستسيغها، بطني هتوجعني. ممكن يكون بطني بتوجعني مكمل في الاكل عشان عندي فكره في دماغي، لكن لا، هي في خلال 4 اسابيع لو بس شلت الحاجات المقليه من حياتي لساني نفسه مش هيستسيغها. وكتير منكم اكيد جرب ده. طبعا كل ما يكون المده اطول كل لما التعود يبقى افضل. لكن لما انا باكل بقى ايه اسبوع ولا اسبوعين واروح اكل حاجه مقليه، انا كده عملت حاجه؟ انا ما زلت متعود عليها وما زلت هشوف ان المش مقلي ده طعمه مش حلو، فمش هعرف ان انا استغنى عنه وابطله. هي الفكره كلها بلعب لعبه لونج تيرم، بلعب لعبه النفس الطويل. بس عشان العب لعبه النفس الطويل محتاج اكون مرتاح وانا ماشي عشان اعرف اكمل. بجري ماراثون مش بجري سبرنت بخلص فيه طاقتي كلها في مسافه قصيره. لا، الماراثون طويل 42 كيلو، محتاج انظم نفسي، محتاج انظم افكاري عشان اقدر اجري 42 كيلو. فده مش هيجي غير لما اغير فكرتي اصلا عن الرحله، ان هي مش رحله مؤقته، ان انا مكمل وماشي في الطريق ده طول حياتي بعد كده. فاللي هكون ماشي عليه لو انا مرتاح عليه وبيجيب لي نتيجه هو ده افضل نظام ليا. وبضغط نفسي جدا في اوقات وارجع افتح في اوقات ثانيه، ده مش هيساعدني ان انا اكمل. وده يجيبنا لنقطه ثانيه. حد هيقول لي بس اليوم الفري ده والاكل هو مصدر سعاده، ده الاكل ده هو اللي بيطبطب عليا، ده معالي دي ما بتنزلش في المعده، دي بتنزل في القلب. بنسمع الكلام ده يقول لك ده بص يا سلام كده، انا خلاص مش هتجوز، انا عايز حله محشي. ده يجي نقطه مهمه جدا يا باشمهندس. بقى خلينا نكون متفقين على حاجه، ان مفيش حاجه ليها معنى الا المعنى اللي احنا نديه لها، صح ولا ايه؟ يعني منين ورقه شجر حطينا فيها شويه رز ولفيناهم بقت مصدر سعاده؟ ازاي؟ يبقى الاكل نفسه مش هو مصدر سعاده، صح؟ يبقى التغيير هو مصدر سعاده. ازاي؟ مش عايز اتكلم عن الممبار، يعني ازاي ممبار بغض النظر عن الباك جراوند بتاعته وعن قصته، حاجه طلعت من حاجه اتحشت حاجه بقت هي مصدر سعاده، حتى تاريخها ما يشرفش خالص يعني. فاذا الموضوع مش في فكره الاكل، الموضوع في الايه؟ تغيير. تعود على فكره ان هو مصدر بالظبط، المعنى اللي انا اديته له.